من النهاردة هنجهزه وهنعمله علشان رمضان، تجهيزات رمضان. هنعمل العيش البكاكين النهاردة علشان خاطر السحور، حلو جدا جدا جدا. في ناس كمان بتسميه العيش الكماج او العيش البكاكين او القرص الفلاحي، يعني في كذا اسم. تمام. هنعمل النهاردة طري جدا جدا وسهل وبسيط ولذيذ وحلو قوي للسحور. هنسويه كمان على طريقتين، هنسويه في الفرن وهنسويه كمان في الطاسة على نار البوتاجاز. مقاديره سهلة ومظبوطة، وهنسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف العيش الحلو ده عملناه ازاي. طبعا العيش ده مش محتاج حاجة، بيتاكل حاف كده لوحده، حلو قوي. وهنجهزه، ممكن كمان تفرزيه في اكياس في الفريزر علشان خاطر رمضان والسحور. متنسوش اللايك والاشتراك والمتابعة على صفحتي على الفيسبوك. انا اسمي سما عمر، اللي اول مرة يشوفني. هنحضر النهاردة الطريقة والمقادير بسيطة جدا جدا. وهنعمل اول حاجة، هنجيب 5 كوبايات من الدقيق. تمام. 5 كوبايات من الدقيق. هحط لهم معلقة سكر، خلينا مع بعض. وهحط لهم كمان معلقة من البيكنج باودر، معلقة سكر كبيرة، معلقة بيكنج باودر كبيرة. لحد كده المظبوط وماشيين في المقادير واحدة واحدة. هجيب كمان الملح، هحط حوالي نص معلقة صغيرة من الملح. وهجيب كيس خميرة فورية، الكيس ده بيعادل معلقة ونص من الخميرة الفورية. تمام. هنجيب السوائل بتاعتي، هحط ربع كوباية من الزبدة وربع كوباية من الزيت. تمام. ربع زبدة وربع زيت. كده المقادير بتاعتي تمام مع لحد دلوقتي. هتعجنيه باللبن رايب. طب مفيش لبن رايب متوفر عندك، هتجيبي لبن حليب عادي وتحط عليه معلقة خل عشان يتحول للبن رايب. اول حاجة حطيت كوبايتين من اللبن الرايب. هقلب المكونات دي كلها، اعجنها ولو احتجت هحط. تمام. كده كوبايتين من اللبن الرايب حطيته، وهنبدأ نعجن مع بعض. تمام. لحد ما العجينة ديت بتاخد وقت في العجن، لان العيش بيحب العجن كتير. تمام. هدنا نعجن كده شوية. في الاخر اللي هاخد لبن رايب قد ايه، خد معايا حوالي كوبايتين وربع من اللبن الرايب. طبعا مش كل الدقيق زي بعضه، ممكن ياخد كوبايتين بس، ممكن ياخد كوبايتين ونص. يعني كل انواع الدقيق، كل نوع دقيق يبقى له معيار في السوائل غير التاني. كده العجينة بقت مظبوطة معانا وطرية وزي العسل. اسيبها تختمر معانا كده، اغطيها باي كيس عندك او اي حاجة، وبعدين احط عليها فوطة واسيبها تختمر براحتها جدا. انا عايزاه يختمر كويس جدا. تمام كده. ما تستعجليش عليه، هنسيبه حوالي ساعة. بعد ساعة رجعنا لقيناه ما شاء الله اختمر زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. نبدأ بقى نقطعه. تحاولي تقطعيه قطع متساوية، يعني على قد الرغيف اللي انت عايزاه. في ناس بتحب تعمله حجم كبير، براحتكم. في ناس بتحب تعمله حجم صغير، يعني الحجم اللي انت عايزاه هتقطعيه على حسب ما انت عايزاه. انا هعمله عيش حجم صغير، فهقطعه صغير. تمام. فبحاول اقطع كل القطع متساوية في حجم واحد بالشكل ده. نقطع كل الكمية دي. تمام. طبعا ناس كتيرة جدا جدا، مفيش حد ما بيحبش العيش ده، وانا من ضمنهم بحبه جدا جدا. حلو قوي للسحور كده، تاكل معاه جبنة كده بيبقى حلو جدا، او اي حاجة من حاجات الاكل بتاع السحور الخفيف ده. تمام. اللي اول مرة يشوف قناتي رجاء تشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم واصدقائكم علشان خاطر يوصل اكبر عدد ممكن. وكمان علشان تشجعوني ان استمر في تصوير الفيديوهات، واستمر ان انا انزل فيديوهات جديدة. نبدأ نقطع كل الكمية كده. كده قطعت كل العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بغطيه بقى بفوطة، ونبدأ بقى ايه نفرده من اول واحدة انا قطعتها. ببدأ في اول قطعة قطعتها ابدأ افرد من اولها. تمام. بقطعه كده مستطيل او على شكل بيضاوي زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. برش رشة كده من الدقيق كده بسيطة، وببدأ اقطعه على شكل مستطيل او على شكل مطول، اللي هو الشكل البيضاوي ده.
ممكن تقطعيه مدور اللي هو الدوائر العيش العادي براحتك، هو بيتعمل كده وبيتعمل كده بالشكلين. تمام، نفرده كده سهل جدا وبيتفرد معاك بكل سهولة، علشان العجينة مختمرة كويس معانا واخدة راحتها في الخمران. ادي الرغيف اتفرد بالشكل ده، سهل قوي، بيتعمل على طول ما بياخدش وقت. تمام، هنعمل شوية مدورين وشوية مطول، هنعمل كده وهنعمل كده. وكمان هنسويه بطريقتين، هنسويه في الفرن وهنسويه على الصينية على نار البوتاجاز او طاسة او اي حاجة تسوي فيها. نيجي نبدأ واحدة كده مدورة علشان تبقوا شايفين كذا شكل. ادي واحدة هنعملها اللي هي المدور. الاحلى حاجة في العيش ده يا جماعة ان هو بيستوي على طول جدا، ما بياخدش وقت معانا خالص، لدرجة انني ساعة زمن كنت فردت وسويت وعملت كل مراحل العيش وخلصت واستوى على طول. اما في مرحلة التسوية بس ما خدش حتى تلت ساعة وكنت سويت كل الكمية دي. 5 كوبايات دي عمل لي ما شاء الله كمية كبيرة. عملت 3 صواني من الكبار دول او صاجات، وغير الرخامة هسويه في الطاسة على نار البوتاجاز. تمام، يعني عمل لي كمية ما شاء الله كبيرة. هجيب بقى شوية كده اللي انا محطتهمش في صينية هنسويهم في الطاسة. كده عاملة النار بتاعة العين البوتاجاز متوسطة، مش عالية ولا واطية، وبتبدأ تقلبيه هنا شوية هنا شوية لحد ما يبدأ يتنفخ معاكي كده ويستوي. هنشوف كل حاجة هنشوفها دلوقتي مع بعض. باقي العيش في الفرن برضو بسوي في الفرن وبسوي على نار البوتاجاز. صراحة ربنا انا حبيت اللي على نار البوتاجاز اللي هو في الطاسة دي. لقيته طري جدا وبيتعمل بسرعة. شايفين بدأت تتنفخ اهو، معرفش واضح قدامكم ولا لأ. كان طري، كان اطرى كمان من اللي في الفرن، وكمان ما خدش وقت، كان بيستوي على طول. شايفة اهي منتفخة وجميلة. وادي التانية اللي هي المطول ده منتفخ ازاي، تحفة جدا. هنجيب تاني ونعمل. شايفين بيبدأ ينتفخ معاكي، بتقلبيه. وباقي الكمية ديت هنسويها هنا شوية وهنا شوية لحد ما وصل للمرحلة دي اللي انتوا شايفينه اللي هو الذهبي ده، معمول في فرن البوتاجاز من تحت. هنشوف كمان شوية من اللي احنا عاملينهم على الطاسة. طبعا الاتنين باينين في شكل تسويتهم وشكلهم ولونهم اهي. ديت اللي انا ماسكاها بايديا، ديت اللي انا مسوياها في الفرن. شايفين، وادي واحدة كمان اللي هي البيضة دي مسوياها على الطاسة قدامكم. شايفين جميل جدا، سهل، ما خدش وقت معانا وطري. وكلهم قعدوا ياكلوا منه حاف وكان عايزين منه تاني، لدرجة كانوا بيقولوا لي قومي اعملي تاني في نفس الوقت. حلو قوي قوي، جربوه وجهزيه لسحور رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. متنسوش بقى لايك واشتراك ومتابعة وتعليق حلو. السلام عليكم.